مقرفه قوي بدله سوبرمان دي. بتلاقي ست ناجحه جدا في كل حاجه في حياتها، بس بتنهار حرفيا وتعيط بالساعات لو كاوتش عربيتها نام منها في الشارع. بس مش بتعيط عشان الكاوتش، هي اكتشفت حاجه تانية. انا بطل خارق مش محتاج مخلوق، سيلف ميد. الانسان كائن اجتماعي واعتمادي بطبعه، ودي مش شتيمه، دي جينات. They're afraid that someone might let them down. The strong independent woman لما بيتاخد بطريقه اوفر دوز، اللي هي المراه اللي استقلت بزياده عن اللزوم عشان مش عايزين مشاكل. في ستات وبنات من كتر ما اتلسعوا وشافوا نماذج سيئه شربوا المقلب للاخر، قررت تلغي دور اي حد في حياتها. انا هصرف، انا هصلح، انا هسافر، انا هسند نفسي. الاستقلال المتطرف هنا بيخلي الست تفقد طاقتها الانثويه، الفيمينين انرجي، اللي اساسها الاستقبال والاحتواء، وتتحول الست لآلة حرب وتبدا تضرب نفسها واهلها وشيك حياتها. يعني ايه؟ يعني بتعزل نفسها عن اهلها وبترفض اي دعم منهم بحجه انا مش عبء على حد، لحد ما يبداوا هم اللي يبعدوا عنها، وبتدمر علاقتها بالشيك حياتها حتى لو هو انسان سوي، لانه بيحس انه ملوش لازمه في حياتها. هي واخده دور الراجل ودور الست في نفس الوقت. بتوصل لمرحله البيرن اوت او الاحتراق، وعشان كده بتلاقي ست ناجحه جدا في حياتها بس بتنهار حرفيا وبتعيط بالساعات لو كاوتش عربيتها نام في الشارع، عشان هي اكتشفت انها لوحدها ومفيش رقم في تليفونها قادره تتصل بيه تقول له الحقني. لو اتعرض لازمه ماليه جامده هيقول لك فتره وهتعدي، ولو بيموت من التعب بينزل يشتري الدواء وهو بيزحف على بطنه. هو بيحرمك من متعه انك تكون سند، وعقله متبرمج ان العالم كله مكان غير امن. انت بتعاند الطبيعه اللي ربنا صممك بيها وبتمشي عكس التيار لحد ما دراعتك تتقطم. طب هو في العلاقات بيعمل ايه؟ عاده العلاقه مع الشخص ده بتبدا بانبهار، بتشوف شخص قوي معتمد على نفسه شايل مسؤولياته، بس بعد شويه بتبدا مرحله الجفاف العاطفي. هو بيحسسك انك ديكور، انت موجود بس فعليا هو مش محتاجك. شريك الحياه هنا بيتحول لزميل سكن. السوق مليان موديلات، بس دول اشهر 3 موديلات بتمشي بظهرها للناس. ده DIY فريك، مبدأه على طول لو عايز حاجه تتعمل صح اعملها انت، ما بيثقش في حد. وفي الخزنه العاطفيه، مشكلته مش ماديه، مشكلته دايما في المشاعر، مستحيل يقول لك انا خايف او موجوع. وفي الشهيد الصامت، بيشيل شيله البيت والشغل والصحاب، يرفض اي مساعده وفجاه ينفجر ويقول انا شايلكم كلكم ما حدش حاسس بيا. وفي زومبي المستشفيات، الصاحب اللي بيعمل حادثه ويدخل عمليه وبعدها ب3 ايام يقول لك ولما تعاتبه يقول لك انا تمام حبيتش اقلقكم عليا. وفي امين مخزن البيت، الام او الزوجه اللي راجعه من السوق شايله 10 اكياس تقال قوي، ابنها يجري عليها يقول لها هاتي اشيل عنك يا ماما، ترد بعصبيه لا وسع انا اعرف اشيلهم لوحدي، وبعد ما تدخل المطبخ تصرخ وتقول انا قطمت وسطي في البيت ده لوحدي. العلم بيقول ان دي حاله طبيه اسمها هايبر اراوزال. الشخص ده جهازه العصبي معلق على وضع فايت اور فلايت. ده شخص اتعرض لخذلان كبير في طفولته او في علاقه قديمه، فانا هعتمد على نفسي عشان ما اتجرحش تاني. المستقل المتطرف عايش في ابشع درجات الوحده على فكره. اتمنى حد ياخده في حضنه ويقول له ارتاح انت انا هشيل شيلتك، عمره ما هيعترف لك انه محتاج منك حاجه حتى لو هيموت. طب ازاي نفك القفل ده؟ للناس اللي حواليه ما تسالش، اعمل على طول. قول له انا حجزت لك عند الدكتور، انا خلصت لك المشوار الفلاني، حطه قدام الامر الواقع بهدوء، هيتبسط من قلبه. وللمستقل المتطرف نفسه، جرب تتصل بواحد صاحبك دلوقتي وتقول له انا مخنوق وعايز اتكلم، صدقني العالم مش هينهار لما تبين ضعف، ده لو كان ده ضعف اصلا. طب هل ليه علاج؟ الحقيقه يا صديقي الفحيص المنتج اللي معانا النهارده ايوه له علاج، بس بيبدا لما تدرك ان الضعف والاحتياج مش عيب، دول قمه الشجاعه. انت عارف ان الحيطه اللي بتبنيها عشان تمنع الناس تاذيك هي نفس الحيطه اللي بتمنع الناس تحبك وبتدخلك في سجن الوحده؟ يعني ان انت تفتح قلبك وتسمح لحد انه يساعدك وانت عارف انه ممكن يخذلك او يتخلى عنك، دي شجاعه اقوى 100 مره من انك تبني حيطه تعزلك عن الناس كلها. العلاقات السويه هي اللي خد وهات. لو لقيت نفسك بتدي بس ورافض تاخد، اعرف انك بتعاقب نفسك على غلطه حد تاني.